السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بهنا وبصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية المكرونة بالبشاميل الحلوة دي. يلا تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه سوا. في البداية في السلام بصلة عليكم اهي ورحمة الله وبركاته. شوحناها ازيكم عاملين ونزلنا ايه؟ عليها يا رب باللحمة تكونوا بخير اهو وبصحة لحد ما وهنا. خدت يعني لون بسيط النهاردة ان كده. شاء الله هنعمل مع بعض خلاص، المكرونة وجبت البشاميل حلة تانية فيها سمنة بأسهل وفيها وأبسط زيت، طريقة. ونزلت بالدقيق 8 معالق دقيق على 8 معالق زيت على سمنة. فضلت اقلب فيهم لحد ما ابتدوا ايه ان هما ياكلوا سوا. خلاص، ونزلت بحوالي كيلو لبن، ومعاه مية، يعني كيلو لبن وربع ومعاه مية. خلاص، حطيت اللحمة على البصل وحطيت حلة هنا عشان يعني لسلق المكرونة. وابتديت ان انا اقلب البشاميل زي ما انتوا شايفين وازود لبن، حسيت ان هو عايز لبن. هو خد معايا يعني بتاع كيلو وشوية لبن مع المية. خلاص، انا زودت ده مع ده. حتى هتشوفوا هنا مكان اللبن انا حطيت مية اهو بنفس الايه اللبان. شايفين؟ وافضل اقلب كده لحد ما البشاميل يتقل معانا. انا بحبه يا جماعة البشاميل وسط مش خفيف عشان ما يبقاش زي المية، ويبقى ايه مش تقيل برضه. اديني بقلبه اهو. وحلة الحلة بتاعت المكرونة هناك اهي. خلاص، وسايبة اللحمة تفك مع البصلة. طبعا هي اللحمة كانت مجمدة، وطلعتها من الفريزر مجمدة وسبتها تفك مع الايه البصلة. خلاص، وغطيت عليها زي ما انتوا شايفين كده. ماشي، وادي البشاميل اللي عندي اهو بيستوي. اول ما ياخد غلوتين هقوم طافية عليه على طول. اديني بقلب فيه اهو عشان ايه ما يكلكعش. كان عندي حتة بشاميل من قبل كده حطيتها في قلبه. خلاص، تفك معاه وايه وتكتر الكمية يعني. وهو بعد كده فاض منه يعني. طيب، هننزل بعد كده بقى ايه هننزل بالمكرونة. ادينا بقلب في البشاميل اهو عشان ما يكلكعش مني. بنزل بالمكرونة، ده كيلو الا ربع مكرونة. خلاص، وابتديت ان انا اقلبه كده لحد ما طبعا ايه تاخد 3/4 سوا. هنا بشوف اللحمة استوت ولا لسه. خلاص. شفت اللحمة كانت خلاص دخلت في السوا. اول ما دخلت في السوا نزلت عليها بالطماطم المعصورة. وهنا البشاميل اللي كان خلص اهو ركنته هناك، كان خلص. والمكرونة اتسلقت وايه وصفتها. وطبعا ما بحطش عليها مية عشان انا عايزاها متماسكة. هنا حطيت الطماطم على اللحمة وابتديت ان انا اقلبها كده. وحطيت توابلها طبعا ملح وفلفل اسمر. وبرضو هناك عند البشاميل ملح وفلفل اسمر. وفي المكرونة حبة ملح. خلاص، ماشي اهو. غطيت عليها وسبتها بقى ايه تتشكشك وتتسبك مع نفسها. هنا طبعا انا ما صفيتش صفيت المكرونة بس ما شطفتهاش. ونزلت هنزل عليها بالبشاميل اللي قلت اديله الاول تقليبة عشان بيبقى عامل وش كده. ونزلت بقى بالكمية المناسبة عليه وهبتدي ان انا اقلبه. احنا ما بنشطف المكرونة بتاعة البشاميل وكمان بنحط لها بشاميل عشان تكون متماسكة. هي طبعا في ساعة التقطيع وهي سخنة مبتبقاش متماسكة خالص، هي بتتمسك بعد كده. هنا عمالة احط البشاميل اهو لحد ما تبقى متماسكة معايا. وبعدين البشاميل اللي بيديها طعم حلو. جبت صينية مدهونة سمنة وحطيت فيها بشاميل زي ما انتوا شايفين كده اهو. وزعته كده اهو، وزعته. بعد كده نزلت بالمكرونة، نص المكرونة طبعا يعني. ووزعتها في الصينية اهو. نخلي المكرونة متساوية، ما نخليش ايه حتة عالية وحتة واطية، خليها متساوية اهو. بوزعها كويس قوي. وحطيت عليها معلقة بشاميل كده. وهنزل عليها طبعا باللحمة. اللحمة هي كانت اتسبكت مع الطماطم. ماشي، ونزلت عليها بالكمية من طبعا انا مخدتش اللحمة دي كلها، سبت منها لانها كانت كتيرة. ونزلت بعد كده بباقي المكرونة اهو على اللحمة. ووزعها كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده اهو. مش عايزة يعني اي حاجة بارزة من المكرونة خالص عشان ما تنشفش في الفرن اهو زي ما انتوا شايفين. اتوزعت حلو قوي. وبعدين هنزل بقى بالبشاميل اهو. انا البشاميل ده ما حطيتلوش بيض في الايه وهو على النار. انا بحط لهم يعني البيض بعد كده هتشوفوا معايا. حطيت البشاميل على المكرونة وهجيب بيضة وعليها فلفل اسمر
انا بحب البيض على البشاميل يا جماعه، ما بيبقاش فيه ريحه زفاره. هنحط له فلفل اسمر بيضيع اي حاجه، وممكن حبه خل اللي عايز يحط. خلاص. البيضه بجيبها واقلبها في حبه فلفل اسمر، وممكن حبه خل. خلاص. وبعد كده انزل عليها ايه، على وش البشاميل. بتدي لون حلو والله، ولا فيها زفاره ولا اي حاجه. بس ده اختياري، اللي عايز يحط جبنه موتزاريلا يحط. نزلت عليها زي ما انتوا شايفين كده، بتديها لون روعه بجد. اهو. ادي البيضه نزلت. خلاص. دخلتها الفرن على درجه حراره عاليه. خدت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام.